جه قال لي تعالى نستثمر صح، واستثمارنا يبقى متكافئ ومستقر، ونشتري عقارات في سن صغير. ولما قال لي المعلومة ديت أثرت فيا وأنا كبير، وأنا عمري دلوقتي 65 سنة، ومعايا 5 شقق، واستثماري بقى كويس. وأنا عندي 40 سنة بقيت بأجر الشقق بتاعتي، وما كنتش محتاج للوظيفة، وأحيانا كنت بشتغل أنا وابني، وكمان عرفت أسفر ابني التاني للإمارات عشان يشتغل. قصة استثمارية من واقع ما أرسل إلى قناة كبسولة بيزنس على اليوتيوب. أتمنى الاشتراك في القناة وتدعيم زر الجرس عشان نتكلم في الاستثمار دوت. واحد بعت لي استثمار، قال لي عايزك تقوله على اليوتيوب عشان الناس تستفاد. قال لي وانا عندي 21 سنة، صاحبي قال لي احنا لازم نحوش عشان نعمل فلوس، نحوشها في عقارات عشان لما نكبر العقارات ديت تبقى هي مصدر الدخل الكويس لينا، وكمان سعرها يتضاعف. وانا خدت بنصيحة صديقي، لان احنا الاتنين كنا اصحاب، كنا ماشيين مع بعض في كل قرار. حتى لما جه هو سمع في الجورنان عن الذهب انه بيحفظ قيمة الفلوس، اشترينا. بس ما اكذبش عليك، انا استثماري في الذهب كان بنسبة اقل كتير من العقارات، لاني كنت مشغول من وانا عندي 21 سنة ان انا اشتغل واسد اقساط في شقق او اشتري شقق. حتى ربنا كرمني بعد ما اشتريت الشقة التانية وكان عمري 23-24 سنة، في ال24 جيت لقيت استثماري ده بقى كويس وكسبت، وكنت بأجر الشقق بتاعتي. وكمان قلت لمراتي انا مش هشتري المرة ديت شقة، انا هروح اشتري ارض من بابها عشان لما اكبر الارض دي ابني عليها عمارة. قولي الكلام ده ونصحوا للشباب اللي لسه طالعين جديد. الحقيقة انا لما سمعت القصة استعجبت جدا. التوفيق اللي ربنا بيوفق بيه عباده وبيلهمهم الصلاح والرشاد، ويلهمهم ان هم في المواقف ديت يتعلموا. والحاجة الكويسة انه يبعت حاجة زي كده عشان ينصح ويفيد الناس. الفكرة مش في قصة الاستثمار على قد ما هي في الاستثمار نفسه، وان الاستثمار يجيب له عائد كويس. ابدأ اقرا، بس سامحوني هقرأ من الورقة. اول شقة اشتريتها كنت رايح اشتريها بمبلغ كان بالنسبة لي ساعتها، لان انا كنت شغال في وظيفة بتحقق لي مكسب كويس، كانت بالنسبة لي سعرها رخيصة تشتريها في مدينة نصر. بعد كده اشتريت شقة تانية، اشتريت الشقة التالتة بعد كده. وعايز اقول لك انك تتوقع ان انا جبت 3 شقق وانا عندي كام سنة، وجبت الارض وبدأت ابني فيها وانا عندي كام سنة. بيقول لي وانا في الثلاثينات بدأت ابني العمارة واطلعها، والعمارة 5 ادوار. واحب انوه ان احنا يا جماعة لما بنحكي قصص زي دي مش بنحكيها من اجل غرض ان احنا نقول للناس اشتغلوا وهاتوا عقارات بس. لا، نوعوا استثماراتكم. الراجل دوت قصته ليها ظروفها، ان كان بيسمع مثلا نصيحة صديقه، صاحبه كان كلامه صح، اشتري عقارات، اشتري مثلا عمارة، هاتلك ارض. وجي بعد كده لما صاحبه لقى في الجريدة ان الكلام ان الذهب بيحقق ربح كويس وبيحفظ برضو القيمة، بدأ يسمع كلام صاحبه. فصاحبه يعني وداه لسكة صح، مش سكة غلط. ولكن انا لو كنت في الفترة اللي الراجل ده كان بيتكلم فيها كنت اقول له اعمل لك مشروع،
لان لو كان شغل سنينه في السنوات السابقة من 21 سنة لحد ما بقى عنده 65 سنة، مش بس هيبقى دلوقتي معاه 5 شقق وعمارة، كان ممكن يبقى معاه مشروع يسيبوا أولاده يشتغلوا فيه. ولاده مش هيلاقوا أو ولاده مش هيحتاجوا إن هما مثلا يعني يدرسوا أو يخشوا جامعة عشان يلاقوا دخل. لأ، كان ممكن دخلهم يبقى كويس من الحاجات ديت، إنه يبقى عنده شقق بتدخله دخل، وعمارة بتدخله إيراد، و3 مشاريع أو مشروع ليه اسم تجاري وهكذا. فهي دي الحاجة البسيطة اللي أنا لو كنت موجود في الفترة دي أو الحقبة دي كنت قلت له الكلام ده. وبرضو فكرة الفيديو، هو اشترى 5 شقق وعمارة وكذا وكذا عشان أخذ بالنصيحة يا جماعة، ما كانش مشتت. التشتيت بيتعب الواحد. انك تمشي في كذا سكة في وقت واحد، يعني ما تقولش انا رايح امشي في 5 سكك استثمارية. هقولك كده، واحدة منهم هتغلط هتخسرك اللي وراك واللي قدامك. وبرضو بنقول يا جماعة، القصة ذات نفسها تعنيني في نصيحة اللي بيتفرج. بص الراجل بيقول ايه: واصبح دخلي من العقارات شهريا وانا عندي 65 سنة مبلغ محترم يعيشني عيشة كريمة بالمهلبية. هو كاتب كده. وكمان المبلغ دوت قدرت اصفر ابني في دولة الامارات الشقيقة، وكمان ابني بينزل اجازات معانا كويسة.